ليه بعض الممثلين بيبقوا ممتازين في البروفا انما اول ما نقول اكشن كل حاجه بتبوظ؟ لانهم بيحاولوا يكرروا اللي نجح، وده واحد من اخطر الفخاخ اللي ممكن يقع فيها اي فنان. مايكل تشيكوف، واحد من اهم مناظري التمثيل في القرن العشرين، كان بيشوف ان الابداع عمره ما كان بيتولد من محاوله نسخ اللحظه اللي فاتت. كل لحظه جديده ليها حياه جديده. بس ده ما يمنعش ابدا ان يكون عندك تكنيك. بالعكس، التكنيك ضروره. ساعات هتكون محتاج تتحكم في ايقاعك او صوتك او جسمك، او تستخدم ادوات تساعدك انك تحافظ على استمراريه الاداء. لكن اسال نفسك دايما، هل انا بستخدم التكنيك ده عشان اوصل للحقيقه ولا بستخدمه عشان اخفي غيابها؟ هنا بقى الفرق ما بين الفن والصنعه. المشكلة إننا مش بنعمل ده في التمثيل وبس، بنعمله كمان في حياتنا. بنحاول نكرر نفس الطريقة، نفس الكلام، نفس ردود الأفعال، لكن الحقيقة اللحظة اللي فاتت انتهت، واللحظة اللي قدامك دي عايزة حضور جديد. يمكن عشان كده الفنان الحقيقي مش بيدور إنه يكرر أفضل أداء عمل، هو بس بيدور على إنه يعيش اللحظة دي كأنها بتحصل لأول مرة. لأن الحياة زي المسرح، ما فيهاش إعادة للمشهد. أنا محمد سراج، ممثل ومدرب تمثيل، ودي سلسلة كيف يفكر الفنان. لو لقيت الفكرة دي لمست طريقة تفكيرك يبقى شوف الحلقة اللي جاية.